أمسى الناس من العرب والبربر ليلة الثلاثاء من جمادى الأولى على وجل شديد، فالوقيعة بين أهل الإسلام والنصارى من ملوك قشتالة حبست أنفاس الناس في الدوحة. نزل أهل قشتالة من الإسبان يلبسون ثيابا كأنها الديباج، عليها تجافيف في أكتافهم تحمل ألوان رايتهم، وعليها صلبان ثلاثة. فأشرفت رايات أهل المغرب من المرابطين تشد عضدهم أمداد سائرة من رايات أهل الأمصار من العرب. بدأت الوقيعة بين الفريقين حتى انقدحت فيها أسنة الرماح كأنها وميض برق في ليلة دهماء. تنازع الجمعان حتى غشيهم التعب، وحبس بينهما الإعياء حتى الليل، وقد اعتدلت الكفة فاحتكما إلى المبارزة. ظهر من أهل الإسلام رجل يقال له ياسين بونو، وقف على ثغور المسلمين يرد أهل قشتالة من الإسبان على أعقابهم، فلم ينفذ منهم أحد إلى عرينه، فما وضعت الوقيعة أوزارها حتى غلب الإسبان وانقلبوا خاسرين. وظهر المرابطون ظهورا عزيزا فرح به أهل الإسلام كافة. بغيت نسلم على الوالده. شوف كلشي مرضات الوالدين والله. شوف تهلاو الوالده ديالكم والوالدين ديالكم وديروا النيه، تهلاو في الناس، ديروا الخير والله ما يخيبكمش.